ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ والنهاردة هنتكلم عن ابل واتش سيريس 6. بس متفهمنيش غلط، احنا النهاردة مش جايين نقارنها بأي حاجة تانية من الساعات، مش جايين نقارنها بساعات ابل تانية، ومش جايين حتى نقارنها بساعات من شركة تانية. احنا جايين نتكلم عن مبدأ السمارت واتش بشكل عام، وهنطبق بقى استخداماتها وبتفيدنا بإيه على الابل واتش. مبدئيا خلينا نتكلم عن الشكل. الابل ووتش بتيجي بشكلها المميز المربعي البريميوم قوي. من الجنب هتلاقي عندك الكراون اللي بتتحكم بيه تقريبا في كل حاجه في الساعه، وزرار كمان بيقفل الساعه او بيفتح الريسنت ابس اللي بعد ما تفتحها هتتحكم فيها برضه من خلال الكراون او من خلال التاتش في الشاشه. وده هياخدنا للكلام عن الشاشه اللي بتيجي من نوع LTPO اللي بترمز لو تمبريتشر بولي كريستالين اوكسايد، واللي ابل دخلت فيها لاول مره في عالم الشاشات الاوليد. المهم، ابل عملت كده عشان حاجات كتير، اهمها انها تحافظ على البطاريه وتعرف تستغل ميزه الاولويز اون، الميزه اللي هتخلي الشاشه ما تطفيش حتى وانت مش شغال عليها كانك لابس اي ساعه عاديه. طبعا ابل ما كانتش هتعرف تعمل ده لو الشاشه مش اولد، عشان وقتها البطاريه كانت هتفضل في ساعتين، لان الشاشه دايما مفتوحه عكس الاولد اللي البكسلز الان اكتف فيه بتبقى مطفيه، اللون الاسود فيه مش بيبقى شغال اصلا. طبعا الكلام في الاولد هيطول شرحه، فخلينا ما نضيعش موضوع الفيديو، وممكن نبقى نتكلم عنه بعدين. المهم ان الشاشه الاولد سمحت بالاولويز اون من غير ما تستهلك في البطاريه اللي بتقعد معاك يوم كامل من الشغل التقيل، او يومين واكتر شويه لو انت شغلك خفيف. وطبعا لو قفلت الاولويز اون هتاخد وقت اكتر من كده، بس انت غالبا مش هتقفله لانه بيدي شكل حلو للساعه، بيديها روح. وكمان عشان الشاحن الوايرلس اللي بيجي مع الساعه بيشحن البطاريه من 0 ل 100% في ساعه ونص تقريبا. كل ده بيهيئك لانك تستخدم الساعه والتطبيقات بتاعتها براحتك من غير ما تخاف على البطاريه. التطبيقات اللي لو استخدمتها صح مش هتحتاج تمسك موبايلك نهائي تقريبا. انت ممكن تعرف كل النوتيفيكيشنز اللي جاتلك على الموبايل لانها هتيجي على الساعه. ولو انت متخيل ان الشاشه صغيره ومش هيبقوا واضحين، فلا، كل حاجه باينه كويس قوي. اليوزر انترفيس بتاع الساعه متصمم انه يستغل كل سنتي من الشاشه عشان الكلام يبان كويس من غير ما تحس انك اصلا بتبص في شاشه ساعه، سواء في النوتيفيكيشنز او في الابلكيشنز اللي موجوده في السمارت ووتش دي، واللي هتساعدك تكستمايز تجربتك ليها بشكل مبهر. انت حابب يكون عندك ايه في ساعتك؟ عاوز تتتبع الاكتيفيتي بتاعك؟ عندك ابلكيشن الاكتيفيتي اللي هيخليك تعرف حرقت كام كالوري، عملت اكسرسايز كام دقيقه، وقفت على رجلك قد ايه. ولو الساعه شافت انك النهارده مثلا ما وقفتش طول اليوم تبعت لك نوتيفيكيشن تقول لك قوم اقف. الساعه بتحسب لك كمان مشيت كام خطوه، كام متر. وممكن من الابلكيشن تختار انت عاوز تحقق ايه، تحط تارجت ليك، عاوز تزيد كام كيلو، عاوز تخس ايه طيب، وتحدد انت عاوز تحرق كام كالوري النهارده، وهو بيتابع معاك انت حرقت كام كالوري، طب ناقص كام ونحقق تارجت النهارده. واللي هيساعدك اكتر في كده ابلكيشن الورك اوت اللي موجود في الساعه، وتختار منه الرياضه اللي انت حابب تلعبها، سواء مشي، جري، سايكلينج، الرياضات اللي بتلعبها في اجهزه الجيم حتى زي التريدميل، او حتى الرقص. انت بتختار النشاط اللي انت عاوزه، بتحدد مثلا في الجري عاوز تجري كام كيلو، ممكن تحددها بالكالوريز، انت عاوز تحرق كام كالوري، ممكن تحددها بوقت، انا هجري مثلا نص ساعه، والساعه بتفضل معاك لحد ما تحقق التارجت اللي انت عاوزه. وهي وانت بتجري هتحسب لك انت حرقت كام كالوري، مشيت كام متر، لحد ما توصل للتارجت اللي احنا محددينه. الجميل كمان ان هي بتعمل سينكرونايزيشن للحاجات بتاعه الورك اوت دي في ابلكيشن الاكتيفيتي. فلو انا النهارده مثلا في الورك اوت وانا بجري مثلا حرقت 200 كالوري، وانا عامل التارجت بتاع اليوم ان احرق 1000 كالوري، فابلكيشن الورك اوت بيقول لابلكيشن الاكتيفيتي هو حرق 200 كالوري وهو بيجري، خلاص ابلكيشن بقى الاكتيفيتي بيقول لي فاضل لك النهارده 800 كالوري. جه مثلا ظهر لي مشوار، اتمشيت شويه في المشوار ده، اتمشيت كتير فحرقت فيه مثلا 300 كالوري، فبيجي ابلكيشن اكتيفيتي يقول لي انت خلاص فاضل لك النهارده 500 كالوري وتبقى حققت تارجت اليوم، فبدل ما كنت هتجري ساعه النهارده انت هتجري نص ساعه بس. مش بس كده، انت كمان ممكن تعرف نسبه تشبع الاكسجين في دمك من خلال ابلكيشن البلاد او 2، واللي هيجيب لك نسبه تشبع دمك بالاكسجين. عاوز بس انوه ان الابلكيشن ده مش صح 100%، يعني بيبقى القراءه اعلى او اقل 1 او 2%. لو انت اصلا مهتم بانك تعرف تشبع دمك بالاكسجين، ممكن تروح تشتري من اي صيدليه كبيره جهاز البالس اوكسيمتر، وده هيقيس لك، طبعا ده جهاز طبي هيقيس لك بشكل دقيق اكتر، لكن انت بتستخدم الابلكيشن اللي على الساعه في انه يعني يعرفك الحاله عامله ازاي، لكن مش بشكل دقيق طبعا. فالساعه بتحسب لك تشبع دمك بالاكسجين، وبتحسب لك كمان البلاد بريشر، بتحسب لك ضغط دمك، والموضوع ده بتحسبه دايما، وبالذات وانت بتلعب وانت في اي رياضه في الورك اوت. فلو ضغطك رفع او قل الساعه بتعرفك، فانت تخاف فتوقف. وكمان لو حصل وحد اغمى عليه مثلا، الساعه بتعتبر دي ايمرجنسي، وبتبعت للهيلث سنترز تقول لهم ان في شخص مغمى عليه في المكان الفلاني. في المكان الفلاني، لان الساعه كمان فيها GPS
تخيل انت لابس سمارت ووتش في ايدك فيها GPS، الساعة فيها جوجل مابس وابل مابس، انت تقدر تعرف في اي وقت مكانك فين، وتقدر تحدد المكان اللي انت عاوز تروحه وتروحه من خلال الساعة بس، من غير ما تضطر تفتح الموبايل. وفي فعلا حالات مسجلة باشخاص الساعة انقذت حياتهم، ناس اغمى عليهم والساعة فعلا بعتت للهيلث سنترز قالت لهم ان في شخص مغمى عليه في المكان الفلاني. طبعا ده مش عندنا في مصر، ليه مش عارفين، ما علينا. انت كمان ممكن ترد على المكالمات من خلال الساعة، عشان الساعة فيها ميكروفون وسبيكر. مش عارف بقى هل هيبان ان حد مهم بيتكلم في الساعة وكده ولا هيبان اكتر، ما علينا. المهم ان الساعة فيها سبيكر تقدر تستخدمه في المكالمات، وتقدر كمان تستخدمه وانت مثلا في الورك اوت، بدل ما كنت بتعاني ان انت تطلع الموبايل وتشغل حاجة مثلا وانت بتجري، دلوقتي انت هتشغلها من خلال الساعة. والساعة كمان فيها ميكروفون تتكلم منه في المكالمات، وتكلم منه سيري المدمج في الموبايل اللي ممكن تكلمه يفكرك حتى بأي حاجة انت عاوزها، بدل ما كنت هفتح الموبايل عشان اعمل الخطوة دي. Hey Siri, I wanna set a reminder after 20 minutes. What do you want to be reminded about? My medicine. Okay, added. فسيري هيوفر عليك حاجات كتير قوي في البيت، خصوصا لو انت عندك سمارت ديفايسز في البيت، بس طبعا انت كحيان يا محمد. فانت حرفيا هتتصرف في كل حاجة من خلال الساعة، ولما وقت الريمايندر يجي الساعة بتعمل فايبريشنز في ايدك ناعمة وسلسة بطريقة مبهرة. كل ده من خلال الهابتك فيدباك اللي موجود في الساعة. الساعة دي فيها احسن هابتك فيدباك انا شفته في حياتي. موتور الفايبريشنز اللي في الساعة دي نضيف وسلس بشكل مبهر، وده اصلا هياخدنا لاحسن ميزه بالنسبه لي في الساعه، وهي المنبه. ايوه المنبه، انا شخص نومه تقيل، عمري ما كنت بسمع المنبه، عمري ما كنت بصحى، لكن مع الساعه الموضوع اتغير تماما، لان المنبه هنا مش صوت، مفيش صوت بيصحيك، انت بتصحى من الفايبريشنز. انا بظبط المنبه وانا لابس الساعه وانام، الساعه بتصحيني بالفايبريشنز، وفعلا انا صحيت بكل سهوله. كل دي استخدامات هتلاقيها في الساعه. طيب لو حد مثلا له في البيزنس، انت ممكن تتابع اسهم البورصه من الساعة فيها ابلكيشن بيجيب لك الستوك تتابع منه الاسهم بتاعتك، ولو لقيت مثلا سهم عالي تفتح بقى موبايلك وتبيعه، لكن انت دلوقتي ما انتش مشغول كل الوقت بموبايلك. الميزات كتير بس صعب قوي انها تتقال في فيديو واحد، بس اعتقد اننا قلنا الجزء الاغلب منها والاهم برضه. بس كده، دي كانت كل حاجة معانا في فيديو النهاردة. انا تعبت قوي في الفيديو ده، واظن دي حاجه باينه في الفيديو، فاتمنى لو وصلت لحد هنا انك تدعمني، واكبر دعم ممكن تقدمه لاي صانع محتوى انك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه، ولو بتتفرج على الفيسبوك اعمل لايك للبيج. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.